كأن ان في مجتمع امريكي كان بينقص فيه حاجات كتير جدا. حاجات زي ايه يا ابو الصحاب؟ زي البترول والميه والغاز، ترابيزات البينج والبلياردو والحاجات دي كلها. وللاسف من كتر الحاجات اللي بتنقص دي البشريه على وشك الانقراض. مش المجتمع بس الامريكي اللي هينقرض، بل البشريه كلها هي اللي هتتقرض معاهم بالمره. فالمهم فبتقرر الولايات الامريكيه ان هم يعدموا شويه سكان كده حلوين من البلد، بس عشان ايه؟ تمام، عشان الحاجات دي ترجع كتير تاني. ومن ضمن الناس دول يا صديقي انا وهم الطلبه الفاشله، وعن طريق ايه؟ امتحان كده بيحددوا مين الفشله ومين الشطار اللي يستحقوا العيش. وبينتهي ليا المشهد تمام ايه؟ لبنت قاعده بتذاكر مع طالب معاه، وبيقوم الطالب ده اهطل مش فاهم اي حاجه في الماده اللي يمتحنها دي وكده. وبنعرف الماده اللي بيذاكرها دي ان هي ماده رياضه، فبتديله البنت عدسه معينه عندها القدره ان هو يخليه يغش ويطلع برشام كده سري. يا جماعه لو البرشام ده طلع في مصر هيبقى ايه؟ عظمه. فالمهم وبينتهي ليا المشهد لايه؟ لشخصيه تانية كده، والشخصيه دي كانت لسه هتعمل موعد مع الشخصيه الاولى اللي هي البنت، تمام؟ فبيجي ابوه وبيشرح له ويقول له انك يا ابني لازم تذاكر، لازم تضحي، لازم تاكل كتب اكل عشان ما تتهدمش وتروح الاخره يا ابني. فيبداوا الضباط ان هم يفتشوا في الايه؟ ناس اللي هم رايحين يمتحنوا هنا في اللجنه. صباح الفل. فبيقنع الطالب الكبير بصاحبته ان هو ايه؟ تمام، بسم الله هيجي، لا مش ده يا ولاد بل ده. المهم فتمام بسم الله، فبيقنعوا الطالب الكبير ده اللي وريتكم صوته من شويه ان هم ان شاء الله في مستقبلهم لما يقفلوا الامتحان ده هيتجوزوا وهيعيشوا حياه زوجيه سعيده وهيخلفوا قطط وكلاب. مش مهم، ده مش موضوعنا. وبنعرف كمان ان الاتنين خايفين على بعض بشكل مش طبيعي، خايفين لحسن العلاقه دي تتقطع وواحد منهم يروح في ده. يا الله، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ فالامتحان بيبدا، بيكونوا الطلبه كلهم في حاله توتر مش طبيعيه بصراحه، لحد ما الامتحان بيخلص. وفي منهم اللي بيتم ارسالهم بره عشان يتعدموا، وفي منهم اللي بيخدم الامتحان بنجاح والحمد لله. واللي من ضمن الطلبه دول تمام اللي هم تم اخراجهم من اللجنه مخصوص عشان يتعدموا هي الطالبه اللي احنا شفناها في اول الفيلم، او اللي هي كانت بتذاكر مع الواد. والبطل كان متضايق جدا بسبب ان اكتشف ان ابوه ناس رقم المطاف يا رايق. بس بصراحه عشان ابوه كان شايف ان ايه؟ حبيبته تستاهل ان هي تتعدم وكده. لكن للاسف برضو الضباط كانوا عناد وناويين ان هي تتعدم، يا تتعدم مالكش دعوه انت. وبعد سنه من الحوار ده بينتهي ليا المشهد لواحده كانت بتذاكر مع بيبي عيل صغنون كده. وبينتهي ليا المشهد لشويه ناس كبار كده تمام، هم واطفال بيتفرجوا على فيديو طفولي سريع كده بيشرح لهم حال الكوكب بقى ايه لما اتملى سكان، بيشرح لهم على قد ايه تمام بقت كل المواد اللي في البلد حرفيا ايه؟ قليله وضعيفه جدا. فبيقررت ايه؟ الولايات المتحده الامريكيه ان هي تقلل منسوب فشيخ جدا جدا من سكان البلد. ايوه زي ما انت سمعت كده. طبعا انا شرحت لك الموضوع ده في بدايه الفيلم، يعني مش تستغربش يعني. وفي النظام ده هيقتلوا في ناس كتيره جدا زي الاطفال عندهم مبالغ فيه، والعواجيز، والطلبه الفشله. بس الشياكه والله الحركه اللي بيخفوا فيها الناس دي بيحسسني كأن اللي خاف الناس دول هم زانوس لما طرقع صابعه. فكل الطلبه بيخافوا يقولوا يا ستر يا رب، يقول الشت هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ فبينتهي ليا المشهد للطلبه اللي هم سقطوا في الامتحان وهو بيدخلوا باب معين، وهناك بقى بيجهزوا الحقن عشان يتعدموا. ما هو عامل لك ايه؟ مش انت سقطت؟ يلا اشرب بقى يا عم. وبينتهي ليا نفس الوقت المشهد لمكان لونه احمر كده، وفي المكان ده تمام ايه؟ بيكون جواه اتنين. طبعا في ناس هتسأله تقول لي يا ترى ايه المكان ده وايه الناس دي؟ المكان ده ونفسه الريد روم اللي في الدارك ويب ولا ايه؟ لا هو مش ريد روم، هو بس عباره تمام عن فتحه هواء الاتنين دخلوها. الله، طب ليه دخلوها؟ طيب عشان يخشوا عند الايه عشان يخشوا عند الظباط ويبهدلوهم طلعوا ديك ابوهم. طبعا هتقول لي تمام ايه ليه هم كانوا عايزين يعملوا كده اساسا؟ اصل بص يا ابني، بص، فاكر لما هم خدوا حبيبه البطل ورموا البطل ايه تمام على الارض؟ فهو بقى البطل قرر ايه؟ ينتقم لابوه عن طريق ان هو هيروح امتحان معين وهيسقط فيه متعمد، فساعتها ياخدوه ويقتلوه هو الاخر. لكن بدل ما هم ياخدوه خدوا ايه تمام خدوا واحده تانية غيره. فاستغرب قوي هم ليه مش معنى خدوا ايه البنت دي وما خدوهوش هو
هو عشان يتهادم وكده. قلت لهم هيوصل البنت اللي خدوها دي من شويه عشان تتهادم لحد ما لقاها. ولما لقاها قرروا الاتنين يكونوا مغامره بيحاولوا يكتشفوا فيها ان ازاي الناس دي بتتهدم. وهل يا ترى هل الطلاب اللي بيتهدموا دول فشله ولا ناجحين ولا ايه بالظبط هم. بتروح البنت لحته معينه من المدرسه عشان تحلل هل هي نجحت ولا سقطت. اصل هي كانت مستوعبه قوي ازاي ياخدوها مع علم ان كانت مذاكره في البيت وواكله كتب اكل. فراحت عند الكمبيوتر اللي في المدرسه لكن لقيته ان عليه باسورد. فاستدعت واحد من صحابها عشان يفك الباسورد ده. فاكتشفت ان هي جايبه مجموع عالي مش ضعيف خالص. ورغم ذلك ان هم كانوا مصممين ان هم يعدموها. حسبي الله ونعم الوكيل، ده طلعت ولاد. وبنفس الوقت تعرف معلومات عن الرئيس الامريكي اللي اشتغل على السيستم ده او النظام اللي هو بيقتل فيه اللي بيقتل في الناس ده انا وهو ابو البطل ذات نفسه. وبتكون نفس الوقت الحكومه قافشه كامل الاتنين وهما بيحاولوا يعرفوا الاسرار بتاعت عن البلد اللي بتقتل في الناس دي. وبيكونوا الضباط مش واخدين بالهم ان واحد منهم متنكر اصلا، اي معنى ان هو مش منهم اصلا يعني. فيبدا المتنكر ده ان هو يضربهم ويطلع ديكهم كده، لكن برضه في الاخر بيظبطوه وبيطلعوا ديك هو. وفي اللحظه دي بيكون البطل قدر في الاخر ان هو يفوق ابوه ويقنعه اللي انت بتعمله ده غلط. والناس اللي بتعذبهم دول هم اساسا نصهم ناس شطار او ناس ابرياء مالهمش اساسا ذنب اساسا. حتى انت وصلت بيك الامر انك تعدم حبيبتي من غير سبب. فكرامه الراجل بتخليه ده شويتين كده تمام لغايه في الاخر بيقرر ان هو يعدم كل الطلبه الفاشله اللي بيحاولوا حقيقي ويحرر الناجحين. وبينتهي المشهد تمام للجنود وهم بينقلوا الطلبه الفاشله مصنع كده. وبيبداوا الطلبه الفاشله يفوقوا بالبطيء كده لغايه ما في الاخر بنعرف في الاخر ان هم ما اتعدموش بل كانوا متخدرين وكده. وبنعرف كمان ان قرارات الولايات ان بدل ما هي تهدم الطلبه الفشله وتخليهم يروحوا لربهم او يرجعوا عند اللي خلقهم يستعبدوهم يستغلوهم عند مصلحتهم. وبس كده توته قصه الحدوته. يا ترى الجزء الثاني هيورينا ويحصل لكلا من الاتنين بعد ما اتحبسوا عند المصنع. اصل بصوا عايز افهمكم على حاجه تمام. اصل الحكومه بجد حررت كل الطلبه الفاشله حررته باستثناء البنت. ايوه ظهرت في بدايه الفيلم عشان هي الوحيده اللي صدت بجد. اتاري هي ما كانتش مذاكره او كانت وراها حاجه مهمه ولا شيء زي والبطل برضه حبسوه في المصنع وخلوه مستعبد هناك عشان برضه سقط وكده. وطبعا هو اتعمد الشيء ده ظنا منه ان الحركه دي هتخليه يروح عند حبيبته، لكن بدل ما خليته يروح عند حبيبته خلاه يروح حرفيا ل 60 داهيه. ان كان في مقبره كده، والمقبره دي نفسها المقبره بتاعت الناس البعيده خلي بالك. وبيكون في عاده في قلب المقبره دي وبيحضروا ناس كتير من ضمنها البنت اللي بطل بتاع الجزء اللي فات انقذها من الاعدام. وبيكون المقبره دي معموله لابن الرئيس اللي تم اعدامه في الجزء اللي فات لو انت فاكر. وبيكون رئيس افتكر كام فلاش باك كده اللي حصل في الاجزاء اللي فاتت. وبتكون نشرة الاخبار حط حرفيا على البنت بتاعت الجزء اللي فات بسبب ان اسبق كان هيتم اعدامها لولا ما البطل وقف جنبها بطل الفيلم بتاع الجزء اللي فات وتم اعدامه هي بدل. وبيكون شرطه قبض على احدى الناس المهمين اللي في الحكومه بسبب انه خالف حاجه معينه. وكانت البنت لسه راجعه من البيت فجاه مره واحده امها بتوري لها صوره للبطل بتاع الجزء اللي فات وهو بيعمل حاجات مش كويسه مع حبيبته. وبتقول البنت بتاعت الجزء اللي فات كان وراها حاجه مهمه، فعشان كده بتروح شركه معينه عشان تشوف ايه الحاجه اللي وراها دي. وبيتضح ان الحاجه دي هي ان الرئيس عايز يكلمها ويقول لها ان جاك تعبان جدا وناوي ان اي حد يشترك له النهارده في قناه سيد الانيميشن. وده بسبب ان انا نزلت الحلقه الاولى والثانيه من جورج يلاقي الدم، وفي الاخر محدش بيعبر الا في القناه الاساسيه. بجد والله بتحبوني بالشكل ده؟ طب وحياة ابوكوا لو بتحبوني بجد اكتر روحوا اشتركوا في القناه دي، يا ريت يدعموا القناه دي زي ما يدعموا قناتي الاساسيه. المهم بجد تابعتها وعملت اشتراك، يلا نكمل. المهم فبعد ما
بقى البنت خلاص مصلحتها الحقيقيه مع الرئيس، تمام، وتدخل عربيه معينه عشان ترجع لبيتها، لكن الرئيس بيغدر بيها وبيحط في الايه قلب العربيه دي مخدر علشان يخدرها هي واخواتها الاثنين. فبتصعب بتلاقي نفسها قصاد اتنين، واحدة ست والتانية راجل، والست دي بتكون اساسا امها. المهم في الاتنين قاعدين بيتناقشوا معاها بشأن التصفية وبشأن حاجات تانية غير التصفية ممكن تسبب ان بلدة امريكا دي تطور اكتر من متطورة. وبالبنت بمرة واحدة كده بتشك بأمر الناس البعيدة اللي بيتم إعدامها، وبتشوف إن هي بتمش إعدامهم ولا حاجة، فعشان كده بتقرر إن هي تحفر إحدى المقابر بتاعتهم ضمنها مقبرة تمام بطل الجزء اللي فات عشان تشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا. لكن مفاجأة كانت ان هي لما فتحت التابوت بتاعه لقت ان هو فاضي والبطل مش موجود. ودي حقيقة لان الحقن السامة اللي اتحطت جوه اجسامهم دي ما كانتش هي حقن سامة، ما كانت مخدرات، وده سبب ان هما يخفوا كام مدة، وفي اخر الكام مدة دول يصحوا لقوا نفسهم قصاد شعب ناقص. والشاشه دي قاعده تناقش معاهم وتقول لهم انكم جوه مكان كده هيتم استعبادكم فيه دايما، وده عن طريق انكم هتشتغلوا هناك عمال تمام في قلب وهيتم الاهتمام بيكم بامركم قلب المكان ده كاكل وشرب ونوم. وللاسف حياتكم بسبب فشلكم هتتحول من حياه الناس العاديه لحياه العبيد. وبيكونوا الطلبه كلهم دخلوا في جهاز كده عشان يحللهم ويعرف تمام هوياتهم كلها، لان لو جه يوم وهربوا في قلب المصنع ده الشرطه تقدر تجيبهم وتعمل معاهم الجلاشه. وللاسف الحقيقه دي بتطلع حقيقه، وكل البولده اللي تمام اللي بيدخلوا المكان ده حرفيا بيفضلوا جواه عبيد وما يتحرروش منه ابدا. وبيجي البطل بتاعنا وبيروح عند تمام واحد من ضمن البولده دول على اساس انه حبيبته، وبالفعل بيتبين له كده، فبيحبوا بعض كده لدرجه حتى ان هو بيخش اوضه كده ورا تمام الحراس، وبيقعدوا هناك يمارسوا مع بعض حاجات مش كويسه لحد ما يجي اليوم اللي بعديه، وبيكون تمام واحد من البولده تمام قاعد بيتكلم مع البطل بتاعه، بيقول له ان حبيبتك دي حبيبتي ومالكش اي حقوق انك تيجي لمتها بعد اليوم. والبطل بيكون متعصب جدا بطريقه حتى انه بيطلع روح مات المفتري اللي جواه. كله يصحى 5 ماي يجري يد وعلق عالشاي الشيطان راكب وزمانه جاي. وبيكون كلام البطل بتاعنا هو حبيبته بيحاول يهرب من المصنع ده، لكن الحراس بيجوا بيطلعوا عينهم في الاخر. وبالتالي المشهد تمام عن امريكا لما هو قاعد بيكلمك ان ازاي اتطورت اكتر ما هي متطوره بشكل فشيخ تمام، بعد ما خلاص جه الرئيس البديل بتاعها وقعد يحط في انظمه جديده ومن ضمنها اعدام البولده وكده. يعني الغريب بقى في الامر ان واحد من البولده ده كان هيتم اعدامها ومن ضمنها البنت بتاعت الجزء اللي فات. المهم بسبب ان البنت دي بس كانت هيتم اعدامها، ولولا انقاذ البطل بتاعنا وكده ووقفوا جنبها وكده مره واحده كانت صيادت بغباء واضطرت حتى ان هي طلعت في برنامج تلفزيوني. وبيكون كل الطلبه الفاشله مخلصين تمام الشغل اللي وراهم، فجاه مره واحده جاي بيجي الظباط وبيقولوا تمام تمام للبطل بتاعنا ان تمام بريكك مش هنا، ولا حتى عباره عن انك ترتاح زيهم. البريك هو انك تتفرج على تكون الترفيه شويه، انك هتتفرج على ناس بيعاركوا بعض. هو بيكون تمام حرفيا القوي طاحن الغلبان حرفيا في قلب العركه، لدرجه حتى ان خلاه ينزف كتير ويترمي في الارض بالفلاح. مش عارف الظباط ولاد دول اللي عملوا الرياضه دي على اساس ان هي حاجه عاديه. ومره واحده كده الشخص اللي كان قاعد يفشخ الاولاني ده من شويه مره واحده كده بيشاور على البطل بتاعنا بيقول انت التاني. وبالفعل تمام بيشتغل وشغل وضع مات المفتري ده من تاني. كله يصحى 5 ماي يجري يد وعلق عالشاي الشيطان راكب وزمانه جاي. وفي دقيقه من الدقايق مره واحده كده الضباط بيشوفوا في امر واحد من تمام من العمال، ومره واحده كده بيروحوا عشان يطمنوا عليه، بس مره كده البنت دي بتغفلهم وبتمام وبتبهدلهم كلهم. لكن زي ما الشعر بيقول لك من حفر حفره اللاكي وقع فيها، والضباط بيفلحوا ان هم يكتفوا البنت تمام ويهزموها في الاخر. والبطل بتاعنا بيهزم الشخص اللي كان بيعاركه من شويه بعد كام بنيه كده في وشه خلت بقه ينزف دم. والبنت بتاعت الجزء اللي فات اللي اتصيدت بسبب ان هي كان هيتم اعدامها تمام اللي هو انقاذ البطل تمام، بيصعب عليها البطل اللي انقذها ده، عشان كده بتقرر ان هي على طول تطلع بره بيتها وتحاول تدور على تمام على المقر اللي بيتم استعباد فيه الطلبه. صح انا نسيت اقول لكم ان تمام ان البنت دي كانت على فكره كانت عارفه ان الحكومه بتستعبد الطلبه وكده. يعني في البدايه ما اهتمتش بالامر، لكن مع الوقت تمام تعبت عليهم، فعشان قررت ان هي تروح لحد عندهم مخصوص عشان ينقذهم كده يعني. وبيكون البطل بتاعنا تمام ناوي انه يطلع بره المصنع ده
وده تمام ايه وده هيعملوا مع الطلبة اللي معاه، بحيث ان هو والطلبة اللي معاه هيخطوه خطوة تمام يكون ايه تمام هدفها الشيء ده. وفي نفس الوقت ايه البنت بتاعت الجزء اللي فات هتقف جنبهم تمام وهتحاول تساعدهم وكده. البطل ده مش هيعمل الحركة دي مش عشان أي حاجة، لا عشان هم اكتشفوا إن هم مع أغلب البوية ده اللي هناك اللي هم زي ما بيساعدوهم في منهم اللي بيلقوا عليهم التجارب واللي من ضمنهم هي حبيبة البطل. فعشان كده البطل بتاعنا ده بيروح أوضة عشان كده البطل بتاعي بيروح الكافيتيريا بيقعد هناك يتخانق مع واحد ايه من الطلبة، وكل الطلبة بنفس القصة بيتخانقوا مع بعض. فالظباط بيحاولوا ايه يحلوا الموضوع، لكن بذكائهم كلهم أول ما الظباط جم لميتوا عشان يهدوهم مرة واحدة كده ايه تم اتلموا عليهم كلهم الطلبة واتقلب ومرة واحدة كده ايه قلبوا ضد الظباط، وكانوا قلبين ضد بعض من شوية، طحنوهم وعملوا معاهم الجلاش. وكل حرفيا الظباط بيتفشخوا الا واحد منهم، بحيث ان هو الوحيد اللي بيهرب دم الطلبه، وبيبلغ الرئيس على اللي بيجرى له هو ورفاقه، بيقول له ان الطلبه خرجوا على السيطره وكلهم ايه قلبوا ضد اصحابي حرفيا. والرئيس صرف بالامر وعشان الحاجه دي ما كانتش متوقعه بالنسبه له، مكانش واقف ادرك ان دي خطه ايه تمام من كده من ايه البطل وحبة البطل والبنت تم انقاذها بالجزء اللي فات تمام، بس عشان يهربوا كل الطلبة تمام ويلغوا اللي تمام بيحصل ده، يمنعوا اللي بيحصل ده فيهم، وفي نفس الوقت بقى عشان ايه يفضحوه، فبالتالي هيطرد من منصبه. فعشان كده بيجيب ايه كمية حلوة كده من FBI يقبض عليهم هما التلاتة. ومش بس كده، حتى البنت بتاع الجزء اللي فات برضك ايه بلا اي ذنب حرفيا بيقبضوا على اهلها كلها، ما عملهمش ذنب بالخطة، والبنت بس هي الذنب في كده. لكن العربية مرة واحدة كده اللي كانت لسه هتاخدهم للبوكس بتتشقلب، وده بسبب ان كان في شخص طيب ابن حلال السبب في كده. وبس الفيلم بيخلص لحد هنا. ويا ترى هل في الجزء التالت هيقدروا الطلبة دول او طول الناس دي ان هي ايه تمام ينقذوا الوضع ويحرروا كل البوادة من ايه سجن الاستعباد ده ويخرجوا تمام ايه ده من منصبه ولا لا؟ ايه الاجابة ان شاء الله هنعرف في الجزء التالت، بس الله اعلم هل هو هينزل امتى. وبس ده كانت كل حاجة في فيديو النهارده، مع السلامة، باي.